محمد فرعون. ايوه مع حضرتك محمد طاهر صحفي الجورنال فيتو. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد، اخبار حضرتك ايه؟ اتفضل يا باشا. كله تمام؟ كله زي الفل. كله زي الفل الحمد لله. يا رب دايما. كنا عايزين الحمد لله كنا عايزين ناخد توقعات حضرتك مباراة يوم الأحد اللي جاي نهائي دوري أبطال أفريقيا تمام بين الأهلي والوداد المغربي. تمام. طبعا زي ما حضرتك عارف إن الملايين يعني قاعدين منتظرين اللقاء دوت على أعصابهم. واخد بال حضرتك، فكنا عايزين توقعات حضرتك المباراة دي. توقعات ان شاء الله الاهلي هيرجع بالكاس، انا كتبت على صفحتي على فكره. ان شاء الله يكون يرجع بالكاس بمجموع المباريات ان شاء الله، يعني النتيجه تبقى في صالح الاهلي طبعا. شايف حضرتك النتيجة ممكن تبقى ايه؟ تعادل، فوز؟ لا اقرب التعادل، انا بتوقع تعادل ايجابي ولا سلبي؟ بص طالما انا قلت مجموع المباراتين يعني ممكن تبقى مثلا 3-2 3-2 كده، هتبقى في صالح الاهلي. 3-2 مثلا للوداد. ممكن طيب شايف حضرتك ممكن تبقى فيها هزيمه بس في صالح الاهلي. طيب حضرتك بنيت التوقع حضرتك بناء على مثلا تواريخ ميلاد مثلا خاصه بكولر بعض اللعيبه بتاعت الاهلي؟ لا ما بنساش على كده، لان لو بنيت على كده ما ممكن الواحد يبقى هو الفريق عنده حظوظ كبيره جدا. انا باستلهاماتي يعني عشان اكون واقعي معاك، لا انا بجيبها بطريقتي. لو انا بنيتها زي حضرتك ما بتقول كده يبقى انا بضحك على الناس بقى، نقعد نتكلم بقى ونقول عشان ده تاريخ ميلاده وده سعد مش في دي، لان هيبقى فيه اختلافات كتيره في التاريخ. يعني مثلا هتلاقي 5 محظوظين ممكن في الاهلي، في التانيين 7 محظوظين، طب مش يفوز يعني. وتلاقي اللي هم اقل هم اللي فازوا، وكتير حصلت على فكره. هي القصه انت لما بتيجي تجيب التوقع يا استاذ محمد، ايوه لما بتيجي تجيب التوقع بالذات للفنانين، انا اكون واقعي معاك. للفنانين وبتجيبها للحاجات العالميه، الاحداث الغريبه دي، زي مثلا ما بنقول زحل السنه دي والكلام ده كله، والاحداث اللي بتحصل في شؤون احداث صعبه، واحداث الماتشات والمباريات والكلام ده كله، لا لازم تبقى عندك تواصل مع كائن تاني. اكيد انت فهمتني انا اقصد ايه. فهمت كده فهمت. بس عشان في ناس ما بتحبش كده، بس انا بحب اكون واضح. وحضرتك بالنسبه لمباراه الذهاب حضرتك كان طبعا ما شفتش الصحف حضرتك؟ لا شوف ادخل وشوف هتلاقيني في الجميع. انا بص جايبها من اول السنه. انا جايب من اول السنه، وممكن ما اكونش بشجع الاهلي على فكره، انا ما ببناش على الاهلي ولا الزمالك. ما حضرتك لا انت مالهاش علاقه بالانتماء الكروي. انا مش اهلاوي اساسا، الزملكاوي. انا يعني بس انت زعلان دلوقتي ولا فرحان بقى؟ مش عارف. لا فرحان طبعا. لا يا راجل لا كمان. انا قصدي حضرتك انت راجل صح، محمد فرعون صديقك، بس هتكتب بما يرضي الله. اكيد صديقي عدوي. لا اصل المهنيه مالهاش علاقه بالانتماء. برافو عليك، هو ده الصح بقى. يعني انا مش عشان اهلاوي هكتب حاجه غير موضوعيه عن الزمالك، يبقى انا كده ما اشتغلهاش تاني، اقعد في بيتي. برافو هو ده الصح. انا حته مبسوط، لا مبسوط، وانا راجل مش متعصب يعني. وانت ممكن تكون انت زمالك اهلاوي بس ما انتش متعصب. بتقول الحقيقه. فانا ممكن ما كنتش بحب تامر حسني وتوقعت له انه طلق مراته، انا يمكن مش قوي في السوشيال ميديا. انا مش قوي في السوشيال ميديا، عندي مشكله فيها. فعشان كده دايما انا ادخل على صفحتي ودور، هتلاقيني اي توقعات بالحرف، ولكن ما بعرفش اعمل عليها. فاهم انت شايف المواقع والناس والعبط بيطلعوا يتكلموا حاجات غريبه يعني. في واحد مش عارف اسمه بصله ولا بصل. لا ده مش ممكن، وزلط وبتاع. بص كل انسان حر يقول اللي هو عايزه، العيب فينا احنا. وعلى فكره عشان كده انا تواصلت، والله انا ما تواصلتش مع حد، تواصلت مع حضرتك بالذات لان انا شفت اكتر من توقع لحضرتك، وفي توفيق من ربنا يعني، وفي صواب.
هو التصرف. وبعدين بيقول يعني جم قالوا لي تعالى بس قطعه وحط فيها شويه تراب وعارف زي شمورش والكلام ده، الواحد يكتم نفسه بقى على اخر الزمن. يعني حضرتك يعني في تواصل مع كائن معين؟ طبعا. كائن يعني كائن جن يعني جن؟ ايوه. طبعا محمد طبعا. من غير كده مش هطلع توقعات 100%. يعني مالهاش علاقه بقى بالكواكب بتقول ايه واللي ده حظه ونجمه. بص الفلك او الجزء الخاص بالفلك بموضوع الابراج هو ميزان الروحانيات. ما ينفعش واحد يبقى روحاني كده بالبركه، لا، لازم الميزان بتاعه ساعة السعد وساعة النحس والاوقات اللي مش عارف ايه والتوافقات بين الكواكب، كل الكلام ده صحيح 100%. ولكن مش هيديني توقع يقول لي ان هقعد انا احسب لكل واحد ولكل فريق. لا مش هتيجي، ما انا بجيبها من الطريق الثاني. بالظبط. الطريق الثاني ببقى عارف خلاص الاهلي مثلا هيفوز بمجموعه المباريات، وببقى هنا من اول السنه كمان. والله اعلم على فكره مش كل التوقعات هتبقى صح. هو ما الا توقع. بالظبط. بس يعني انت قلت كلمه حلوه، كله بيضرب بينا، احنا كلنا شهادات، بس انا على تواصل بالكاتب. يعني انت سالتني سؤال صراحه تجيب التوقعات دي بايه؟ من الكائن ده. ما انا عشان كده سالت حضرتك لان في ناس كتير بتتكلم في فكره الكواكب. السنه اللي فاتت حضرتك توقعت للنهائي اللي هو كان مباراه واحده. توقعت كان التوقع لصالح الوداد. ما كانش لصالح الاهلي. بس بص على فكره كله موثق على الصفحه بتاعتي. يعني هتلاقيه كله موثق. لا ما كانش توقع لصالح الاهلي او تلاقيني ما اطلعش اتوقع، ما اقولش. انت عارف الجمهور عشان مردود الافعال. لا انت ما توقعتش، حتى كلمت حضرتك المره اللي فاتت وتواصلت. يعني حضرتك حتى يعني كان رد متاخر، كان الموضوع خلص مات. وحتى انتظرت ان حضرتك تنزل حاجه خاصه بالماتش ما لقيتش بصراحه. طالما حاجه لمنتخب مصر ولا للاهلي، وانا على قدر معلوماته وعلى قدر اللي ربنا اداهولي مش شايف حاجه مش حلوه وما بقولش. مش هقول. طب توقعاتنا لو كان كده حتى ممكن نيجي لحضرتك ونصور مع حضرتك فيديو. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وانا شاكر جدا جدا لحضرتك. الله نحتفل. وبعد الماتش بقى نكلم حضرتك. لا الله امر الله. ما تشملش فينا الزملكاوي. عيب عليك نورا الاهلي يا باشا. ان شاء الله باذن الله. عاجزين على الشكر يا استاذ محمد، وان شاء الله نحتفل بعد النهائي. ان شاء الله. ان شاء الله. متشكرين جدا جدا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. مع الف سلامه. مع السلامه.